اللي طلحة الله أنا منه من الكابتن، يعني بتمنى إنه مانشستر يونايتد بدل ما تجيبوا شيشكو وما شيشكو تعاقدوا مع أيوب الكعبي. ممكن انت ما كنت مقدر هذا. والله ما كنت مقدر هذا. لا ابو عمار انا توقعت إنه شيشكو أفضل، بس للأسف طلع نص الكعبي بيسوى 3 من شيشكو. اللي بيعرفش يلعب غير روس. أيوه بيلعب روس، سفاح بالروس ومقصيات وأهداف جميلة. ممتع. يعني ممكن برضو نساوي إسقاط على مباراة المغرب مع تنزانيا نفس المبدأ. يعني الفكرة من سيأتيني اللي هو جنوب إفريقيا أو الكاميرون، يعني الأصل إني أنا هيك بفكر مين اللي بدي المنتخب بعد ذلك. شوف المنتخب المغربي بدأ زي ما حكينا المباراة الأولى رغم إنه فاز انتقد، تعادل مع مالي، والجمهور تخيل الجمهور المغرب ما فيش مزح، صفر على اللاعبين والأمور، وحكيمي قال له المباراة الثالثة لا ظهر المنتخب المغربي مباراة رائعة للأمانة، وحكيناها وأنا برجع بعيدها، وصدقني هذا الكلام يا أبو حمزة أنا بسمعه من أصدقاء مغاربة ومن عندي صديق لاعب مغربي. كنا دائما نتناول موضوع يا صديقي أيوب الكعبي، مش طبيعي هذا الوقت. يا زلمة تعمل هذا الهدف مرتين في دور مجموعات في دور أقصائي. أيوب الكعبي عنده هالأمور عادية. طب ليش الهدف يا حبيب الراس الأول هذا هدف سهل؟ لا. هذا اللاعب جميل والله لن يستمر في الدوري اليوناني. في كان شاب صديقي لي مغربي لما بسوق الانتقالات، لأنه مغربي، قال لي يا طلحة الله أنا منه من الكابتن، يعني بتمنى إنه مانشستر يونايتد بدل ما تجيبوا شيشكو وما شيشكو تعاقدوا مع أيوب الكعبي. ممكن انت ما كنت مقدر هذا. والله ما كنت مقدر هذا. لا ابو عمار انا توقعت انه شيشكو افضل، بس للاسف طلع نص الكعبي بيسوى 3 من شيشكو. اللي بيعرفش يلعب غير روس. ايوه بيلعب روس، سفاح بالروس ومقصيات واهداف جميله ممتع. وبدخل في عمليه البناء واللعب. شو ما شاء الله. ليش مباراه مدريد ناس شو عمل وبرشلونه. ايوب انا بقول لك في عندي صديق لاعب مغربي كان في الوداد، قال لي فراس بدك تتابع لاعب مغربي البوتنشال تبعه في تصاعد، هذا قال لي تابع في عمره كبير، المشكله 32 في هي هاي المشكله. قال لي تابع ايوب الكعبي، قال لي هذا ولد مجتهد بطريقه. انا شو بحكي، هذا اللاعب بهاي العقليه وبهذا القوه بعد افريقيا. ليش دائما افريقيا هي جذابه ترى للانديه؟ يعني هذا حرام ما يروح له عقد سنتين لاحد الدوريات يعني انا بديش يضل في اليونان، يعني يا اما يطلع يروح مثلا خلص اشبيليا فالنسيا، دوري اسباني، دوري فرنسي دوري فرنسي، يروح يلعب يونايتد يوفنتوس مثلا، الاصل هيك. طيب افصل شوي. لا اقسم بالله لا ما تفصل شوي، يعني ما تفصل تسمع ما تفصل نحكي كلام ما بزبطش نحكي. لا كل الاحترام، هو يستحق في افضل الانديه، وباذن الله نشوفه زي ما تكلم كابتن برشلونه ان شاء الله. مع انه طيب برشلونه اهلا وسهلا على الهجوم اللي يا ريت والله الكعبي شوف اهلا وسهلا ما عندي مشكله. يا سيدي انا برفض هذا الشيء. لا احنا مش نرفض، احنا كلمتك اللي استخدمتها انه يلعب مع اي تقول لك لا احنا بنحكي اشبيليا العالي، بس هم اخذوها بحمزه سيئة. اقسم بالله انت مستقل بجمهور لا والله ما انا مستقل. والله العظيم بوجه جمهور اليوفي عليك على القناه، والله بيخربوا لك البثوث، بث على 4 الصبح صرت تعمل لي انا هذا بعدين نحكي في الموضوع، وبعمل لك مشاكل الله علم فيها. طيب ما تدخل في هاي الابواب اللي ما لك مصلحه فيها. انا سؤال بس جماهير يوفنتوس اللي هو قاعد بحرضكم علي، هل القصد انه انا اذهب ليوفنتوس والتقليل من قيمته الرقميه؟ والله اللي حكيتها هذا يمينك مردود عليه. ليش كل الفكره بحكي اشبيليا فالنسيا، كل الفكره هي استفزاز الكابتن فراس واستفزاز رجاء يا رجل انت نفس الانتقادات اللي كانت تتوجه لك وتيجي تحكي لك انه تحكيش على اليونايتد واحترم نفسك وابصر ايش، كنا نبرر لك ونحكي لك انه القصد انك انت بتستفز الكابتن طلحه. شوف انت اسمع هذا الشيء موجود، انت حلقه اليوم احنا بنستفز بعض. فرجاء جماهير يوفنتوس سبوكم من الكلام اللي غير منطقي من الزميل والحبيب الكابتن. صح انا بتفق فراس قال هذا قلاب، هذا جد بحكي. لا لا احنا يا رجل قبل الحلقه اللي ما بيعرف هذا الرجال شو رايك في مواجهه هذا الرجال؟ تتفق ابو عمار قبل الحلقه وانت في البيت قبل ما هذا الرجال كان عاشق يعمل طوشه وطلعنا معاه وشدينا حالنا واسمعوا يشحني تحت، بدنا نكسر وبدنا نورج وانا سيارتي ما بحرك، طلعنا هلا بالبلدوزر ولا بعرفش اعطاني ولا بالجك ولا بصرمين، وصار يسلم تبويس بطلع هيك
والطوشة والضربها حبايبنا، والله حبايب. أغلب السيارة مش بدي أحركها، بدي أشيلها. إذا مش معقول. يعني أنا بعرف الواحد بينقل قصة كيف تطلع بيعطي محور صح مثلا بيعطي محور غلط، أما أنا 10 شغلات حكاهم غلط في القصة يا زلمة، لا ذمة ولا ضمير ولا مبدأ ولا شيء. هو الوحيد ولا احكي شيء صح. لبسناك العباية ابو حمزه الوحيد اللي صح هو انه في سياره وفي القصة سيارة بس يا جماعة الباقي كله غلط. طيب لا يكمل المنتخب. لا شوف المنتخب المغربي بصراحه ايضا هو ابو حمزه يعني الان المنتخب لو بده يلعب مع الكاميرون او بده يلعب مع السنغال مطالب. نعم. أو المنتخب المغربي اللقب. مطالب باللقب. صحيح. وتيجي تطلع لي من الدور الثاني ولا تقدم لي مفاجأة. بالعكس أصلا هاي المباراة مش أنت طورت وتحسن المستوى وتحسن التشكيل والأسماء والرسم اللي عندك في آخر مباراة، كمل عليها في مثل هذا النوع من المباريات. أنت بالعكس يعني بتستغل هذا النوع من المباريات للتطور أكثر، الثبات أكثر، وتقدم كمان مستوى رائع جدا يهدي من التوترات والضغوطات الموجودة عندك، حتى انك تشوف انت من اللي بده يتأهل في الدور القادم وتواجهه بيبدأ الجد. على فكرة ابو حمزة ملاحظ انها كل مواجهات قوية ممكن تكون في الدور القادم كلها طبعا، ولسه اللي بعديه قوية جدا، لانه هلا بدنا نروح للجزائر، هي تنتظر الكاميرون في نيجيريا في الدور نيجيريا. واذا طبعا في حال انه طبعا اذا تأهلوا المغرب بالدور القادم الجزائر والمغرب راح يلعبوا كمان. انحصلت هاي. لكن انت خايف من مباراة الكونغو ليش؟ عم على الجزائر قبل شوي قلت لي ابو حمزة الكونغو يعني خلينا نحكي انه يعني من اصعب الفرق الموجودة للمنتخبات الكبيرة بصراحة. هلا هو الجزائر افضل. خلينا نحكي اول شيء نحكي عن الجزائر يا ابو حمزة هو من افضل المنتخبات، ان لم يكن أقوى منتخب وأفضل منتخب موجود في البطولة حتى الآن بصراحة. مقنع في كل المباريات، حتى بالتشكيل الثاني المباراة اللي لعب فيها بالتشكيل الثاني كان فريق جميل جدا، في لعب، في أداء، في جمالية، في منطق، في حكمة، في توازن، في اتزان، في رزانة، في ثقل، في أسماء كبيرة ونجوم كبيرة، في أسماء شابة وعناصر شابة، في أسلوب لعب جميل، 7 أهداف، استقبال هدف واحد، التأهل من 3 انتصارات. صراحة المنتخب الجزائري كل شيء جميل فيه. طبعا المنتخب الجزائري بلغة المنطق هو أفضل بكل شيء من المنتخب الكونغو الديمقراطية، بس الكونغو هو تشعر أنه هو من الفرق الصعبة، يعني مش فريق سهل بكل صراحة. يعني بيمتلك أسماء ويمتلك منظومة، وحتى على مستوى النتائج الفريق عنده أعتقد تعادل وفوز. فأنا مش خايف على المنتخب الجزائري، مش اني بحكي انه، بس بحكي انه كان بالامكان انه احنا يعني تحطنا القرعه او تحط المنتخب الجزائري بقرعه تكون اسهل افضل. يعني تيجي تتكلم بنين، تيجي تتكلم تنزانيا، تيجي تتكلم بصراحه في منتخبات اسهل من الكونغو الديمقراطي. الكونغو الديمقراطي فريق مش سهل ولا انا اتفق معك على فكره. هذا الفريق تكتيكي، وهذا الفريق بيلعب بشكل دفاعي محكم، بيعمل اغلاق وسجل فيه هدف. فالمباراة أقول لك بصراحة كمان أنا أخاف من حظ الجزائر. الجزائر مش منتخب محظوظ. احنا معنا المنتخب الجزائري عادي جدا انه يكون افضل ويقدم وشوط وعارضه وقائم، وعادي جدا انه ما يحالفه الحظ. هو غير محظوظ مع منتخب زي هيك راح يسكر. انا اتفق في التخوف الموجود عندك. هو يعني اشوف المنطق بقول الجزائر افضل، الجزائر ان شاء الله باذن الله. بس هي المباراه راح تكون مرهقه حتى لو هذا لن تكون مباراه سهله. صحيح. يعني تيجي تحكي مصر وبنين، تيجي تتكلم عن منتخب المغرب، وتيجي تتكلم يعني هم يعني بشوف تونس مع مالي هي مواجهه صعبه نوعا ما، بتميل كفه لتونس، يجب ان تميل، وبالجزائر ايضا، ولكن كان بالامكان انه ربما الاصعب طبعا برضو. اما ابو حمزه هذا اللاعب يعني بصراحه اليوم مباراه الجزائر كثير عجبتنا يعني بصراحه، على الرغم من المنافس ضعيف وتفوز بثلاثيه الهدف، بس عندك لاعبين يا ابو حمزه ما شاء الله، اللاعبين الشباب اللي عند المنتخب الجزائري ماذا لحاله قصه، ماذا ويونس هذا ايضا، يعني تشوف انه حتى انت هيك بتطمن على منظومه اللي في المنتخب الجزائري. نعم يا سيدي، على امل التوفيق لكل منتخباتنا الحبيبه. كابتن عندك كلام عن الجزائر؟ لا كل التمنيات يا رب بالتوفيق للمنتخب الجزائري، منتخب يستحق الوصول الى امتعنا. ممتع جد امتعنا في هذه البطوله. أنا من وجهة نظري هو المنتخب الأمتع والأجمل حتى الآن، يعني برضو الإنسان مقنع بتابع بطولة